اهي دي الوجبة بجد اللي تدفي وتعدل المزاج وتريح النفسية وتريح الأعصاب على الآخر. وجبة كده لو كلتوها يا جماعة بجد تحفة. النهاردة هنعمل الكوسة باللبن، طريقة خطيرة وسهلة جدا ومش بتاخد مننا أي وقت، حرفيا كده نص ساعة أو 45 دقيقة بالظبط وهتكوني خارجة من المطبخ. مش قادرة أوصف لكم الريحة والطعم عامل إزاي. اللي مش بيحب الكوسة هيحبها ويعشقها في الوصفة دي. الوصفة دي وصفة أهل سوريا ولبنان، وكمان فلسطين بيعملوها وفي ليبيا بيعملوها. واللي ما يعرفهاش في مصر يا جماعة فايته كتير. جربوها وبجد الوصفة في حتة تانية خالص. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة في طاسة على النار نزلت كده بمعلقة أو مكعب من الزبدة، وعليها كده معلقتين من الزيت وبنص كيلو من اللحمة المفرومة. هقلب اللحمة المفرومة في الزيت والزبدة كويس جدا، وبعد كده أول ما لونها يتغير بالشكل ده هنزل عليها كده ببصلتين كبار مفرومين ناعم. وهقلب كده اللحمة في أو اللحمة المفرومة أو العصاج بتاعي في البصل بالشكل ده. بعد كده هديها رشة صغيرة خالص من جوز الطيب. اللي حابب يستغنى عن جوز الطيب يستغنى عنها، بس هي بتدي ريحة وطعم حلو قوي. بعد كده هنزل كده بحوالي معلقة ونص من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة كده من البابريكا المدخنة. وهنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. ريحة العصاج تحفة يا جماعة، خطيرة. دلوقتي بقى هابدأ أنزل كده بمعلقة كبيرة من الملح، وكمان دي كيسة التوابل اللي هي كيسة ال11 11 بهار. توابل كده مشكلة طعمها حلو قوي، مكتوب عليها كده خلطة ال11 بهار، فحلوة جدا وبتتباع جاهزة في أي سوبر ماركت بالشكل ده. بتدي ريحة اللحمة والفراخ، بتدي اللحمة والفراخ طعم وريحة حلوة قوي. دلوقتي بقى كنت مجهزة 2 كيلو من الكوسة، غسلاهم كويس جدا ومقطعاهم كده شرايح بالشكل ده. هبدأ أقلب الكوسة في العصاج بالشكل دوت من غير ما أحط نقطة مية. الكوسة نفسها كده هتنزل ميتها وهتتحمر مع العصاج، ودي طريقة حلوة وصحية جدا. في ناس بتقلي الكوسة بس دي طريقة أحلى وأفضل بكتير. هنا الكوسة هتنزل كل المية بتاعتها وفي نفس الوقت هتتحمر وتستوى وتاخد لون حلو قوي من غير دهون كتير. كل حوالي 5 6 دقايق كده أشيل الغطا من عليها وأقلبها بالشكل ده لغاية كده ما بتاخد لون، والجزء اللي من تحت باجيبه فوق واللي من فوق باجيبه تحت، علشان كده كلها تنزل المية بتاعتها وتتحمر. ودلوقتي هوريكم ان هي متحمرة واخدة لون حلو قوي. بصوا هنا كده نزلت المية بتاعتها، بصوا واخدة لون حلو جدا، متحمرة كده وحلوة قوي. وهنا كانت دخلت في السوا من غير ما تاخد مية خالص، يعني يا دوبك كده بغطيها ونار متوسطة وبقلب فيها كده كل 5 أو 6 دقايق. هديت النار على الكوسة خالص وهنعمل خلطة حلوة قوي. جبت بقى طبق غويط ونزلت في الطبق ده ب5 كوبايات كده من الزبادي. الزبادي يا جماعة في بعض الدول بيسموه لبن، فهنا نزلت كده ب5 علب من الزبادي أو الياغورت، لأن برضو في دول بيسموه ياغورت. وكمان فصين من الثوم المفروم ومعلقتين كبار هرميين كده من النشا. وكمان هنزل بحوالي كوباية إلا ربع كده من المية الدافية. الأول نزلت بنص كوباية وبعدين حاسة إن أنا محتاجة مية زيادة، فهنزل كمان بربع كوباية، يعني كوباية إلا ربع من المية الدافية. بخلط كده كله مع بعض كويس جدا، المية الدافية علشان تفكلي الزبادي، وكمان النشا يدوب تماما كده في الزبادي. هنا في مصر بنسموه زبادي، بس في الدول العربية زي ما قلت لحضراتكم بيسموه لبن أو ياغورت. هنقلبه كويس جدا لغاية ما احس ان تكتلات الزبادي فكت تماما معايا والنشا داب خالص في الزبادي بالشكل ده كده زي الفل. وهنا بقى كانت الكوسة استوت معايا وكانت ريحتها خطيرة. هنزل بقى بكل الكمية او بكل الصوص ده على الكوسة بالشكل ده. الكوسة يا جماعة هنا طعمها مختلف تماما عن اي وصفة احنا بنعملها. الوصفة دي كمان في ناس بتحشي الكوسة، يعني مش بتقطعها كده، بتحشي الكوسة وبتحشيها عصاج وبيعملوا لها الصوص ده واسمه شيخ المحاشي. بس هنا بقى لما الناس تستسهل كده مبقاش عندها وقت ان هي تقور الكوسة وتحشيها وتعملها بالطريقة دي، هي نفس الطعم واسهل بكتير كمان. دلوقتي بقى بعد ما خلاص يا دوبك بدأت تسخن معايا، الصوص بدأ يسخن، هديلها كده حوالي نص معلقة من النعناع الناشف. النعناع الناشف او النعناع المجفف هيديها طعم حلو وريحة خطيرة. يا دوبك قلبتها تقليبه بقى، وهنا هديها طشه بالزبده والثوم، يا دوبك كده فصين بس من الثوم، مش اكتر من كده.
فصين من التوم كده يا دوبك حمرتهم، مش حمرتهم، يا دوبك كده ريحتهم تطلع كده في الزبده، او لو يا سلام بقى لو موجود سمنه بلدي. هنقلبهم كده تقليبه وننزل على الكوسه على طول. طبعا الحته الاخرانيه ديت انا عملتها لان هي في الاخر كده بيدوها تحميره للسنيبر او السنوبر، وبينزلوا بيه على الكوسه. طبعا السنيبر غالي جدا يا جماعه، وصل سعره ل1000 جنيه، فغالي جدا ومش موجود اصلا عند التجار. فدلوقتي انا عملت مش بيأثر خالص يعني وجوده او من قلة وجوده، هو يا دوبك كده معلقتين من السنيبر بيحمروه وبيدوا الطشه كده الاخرانيه دي بالسنيبر. انا عملتها بالثوم. ودلوقتي بقى بصوا كانت الكوسه جهزت معايا، عملت جنبها رز بالشعريه، وكانت الوجبه حلوه قوي، جميله ومتكامله وخفيفه جدا وبتدفي كده وطعمها حلو قوي، ومش قادره اوصف لكم جمالها، حاجه كده بتدوب حرفيا. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدا. اتمنى يكون الوصفه والطريقه النهارده عجبتكم، نفذوها بجد يا جماعه، حاجه حلوه قوي 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 بجد، وجبه لذيذه جدا وتغيير كمان عن الاكل التقليدي بتاعنا، وبجد حاجه حلوه قوي. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يستفاد من الوصفه وينفذها، وقولوا لي رايكم بقى في التعليقات، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.